خاض المنتخب المغربي يوم الاثنين أول حصة له تدريبية في مركز محمد السادس لتحضير لودية البرازيل، وتجرى المباراة يوم السبت المقبل على ملعب طنجة الكبير. وقال المصدر الخاص للكرة أن والد ريغاري مدرب الأسود طلب من اللاعبين بالتركيز الشديد وتقديم أفضل ما لديهم أمام نجوم السامبا. وتابع المصدر أن ريغاري أشار إلى صعوبة المباراة والتمكن أن المنتخب البرازيلي متحمس للفوز على المغرب صاحب المركز الرابع في المونديال قطر. وغاب 5 لاعبين على التمارين الأولى للأسود الأطلس، وهو سفيان أمرابط وعبد الرزاق حمد الله وعبد الصمد مزور وعبد الحميد صبيري ووليد تشيرة. وشهدت الكرة المغربية لحظة قوية في السنوات الأخيرة على جميع المستويات. وصل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي كأس العالم 2022 في قطر في أكبر إنجاز عربي وإفريقي في تلك البطولة.